بعد ما اشتريته في العيد وطلع بايظ، قررت بقى اعمله في البيت وعمري ما هشتريه من بره تاني ابدا. بجد يا جماعه ما تعملوش ابدا ابدا، ما تشتروش الفسيخ جاهز من بره، اعملوه في البيت لان بجد فعلا حلو ونضيف وانتي ضمناه وعارفه انتي عامله ايه. الفسيخ يا جماعه من الحاجات اللي لو اتعملت غلط ممكن تعمل تسمم، ولازم يبقى فيه حذر جدا جدا فيها. فعلا جبته وطلع وحش جدا. هنا بقى هجيب دي ميه فتره او ميه دافيه، يعني مش هتكون سخنه قوي ولا ساقعه قوي. تمام. ميه دافيه كده هجيبها واعمل بقى ايه للسمكه مساج فيها، يعني هعمل لها ايه، هحاول بقى ادلكها كده واطريها في الميه. طبعا انا كنت غسلت السمك ده قبل كده، قبل ما احطه في الميه دي غسلاه كويس جدا جدا ومنضفاه كويس قوي. وكمان هغسله برده في الميه دي تاني، وهطري بقى كده السمكيه معاكم في الميه الدافيه زي ما انتوا شايفين كده بميه دافيه كده. وابدا بقى السمكه شوفي تطرى معايا خالص ازاي كده. بقى كنت عملت كله وشايفه الميه بتاعتها، هكب بقى الميه دي خلاص وهشطفه كمان شطفه كده تحت الحنفيه برضو بميه ساقعه عادي. وهجيب بقى ايه عندي دورق كده او اي حاجه اوقف فيها السمك كده على راسه زي ما انت شايفه كده، لازم يقف على راسه كده بالطريقه دي. هينزل بقى اي دم او اي سوائل فيه هتنزل، وده بقى المطلوب اللي انا عايزه اعمله. تمام. طبعا الدورق التاني كان كبير شويه فجبت دورق ضيق شويه علشان ايه يضغط على راس السمكه كده وعلى بطنها واي سوائل فيها تنزل، اي حاجه زي ما انت شايفه كده. شايفه بقى اللي نزل في الدورق ده كله هو ده بقى اللي انا عايزاه ينزل كله. تمام. هسيبه حوالي، يعني انا كنت عامله الموضوع ده كده من العصر حوالي لحد الساعه 10 بالليل. هسيبه بقى لحد ما ينشف معايا وهينزل كل الميه دي. هجيب بقى مناديل وابدأي بقى كده في الخياشيم بتاعتها، وحطي المنديل جوه الخياشيم بتاعت السمكه لحد ما ينزل اي دم واي حاجه، ودخلي كده المنديل واضغطي. شايفه يطلع اي دم اي ميه اي سوائل اي حاجه فيه. تمام. واضغطي كويس جدا جدا. بعد كده بقى هجيب ايه الملح الخشن، عارفه الملح الخشن ده بيتجاب من عند العطار. يعني يفضل ان احنا نعمله بالملح الخشن، لو مش متوفر عندك هاتي الملح الناعم عادي جدا ممكن برضه تستخدميه، بس صراحه بالملح الخشن بيبقى احسن جدا. هجيب معلقه شطه ومعلقه كركم وهقلب بقى كل الحاجات دي كويس مع بعضها. هقلب الملح والشطه والكركم على بعض بالطريقه اللي انت شايفاها دي كده. تمام. هبدا بقى اقلبهم كويس قوي. الكركم ده مادة حافظة بيحفظه كويس جدا وبيخلي كمان لونه حلو، والشطة برضو بتحفظه من اي بكتيريا او اي تعرض لاي حاجة وحشة ممكن تيجي للسمك. تمام. هنا بقى هحط كمان معلقة ملح ناعم، يعني انا حطيت ملح خشن 4 معالق، وحطيت عليهم كمان معلقة كبيرة ملح ناعم، وحطيت معلقة شطة ومعلقة كركم، وهقلب كل الحاجات دي كويس جدا جدا. هجيب بقى كده الخياشيم بتاعت السمكه افتحها وابدا بقى احشيها كده، الراس بتاعت السمكه احشيها بالملح او بالخلطه اللي انا عملتها دي، وادخل في البطن كمان برضو كده من عند الخياشيم. ابدا ادخل كده ايه من الخلطه اللي انا عاملاها دي، وهملة بقى كتير كتير. اهم حاجه في المنطقه دي احط بقى ملح كتير قوي. دي المنطقه يا جماعه اللي لازم يتحط فيها ملح كتير جدا جدا عشان ما يتعرضش لاي بكتيريا او ما يبقاش معاكي وحش. تمام. وهجيب بقى كيس معايا وابدا احط واحده الراس بتاعها من الجنب ده وارجع احط من الجنب التاني، وهكذا لحد ما اخلص الكميه اللي معايا. وهربط بقى الكيس كويس جدا جدا جدا. اهم حاجه الكيس اللي جوه اول كيس ده يتربط كويس قوي ويكون مقفول كويس جدا عشان الميه بتاعته او اي سوائل ما تنزلش والسمك يبقى ناشف. تمام. هجيب بقى اي اكياس عندي، اكياس نظيفه جدا جدا. انا كنت ببقى جايبه حاجات من السوبر ماركت او جايبه حاجات فيها بشيلها نظيفه وبغلفها كويس قوي قوي فيه. انا بحب احطها فيها لان الكيس ده بيبقى متين كويس مش بيخلي الميه تتكب. تمام. هحط السمك ده في حوالي او الفسيخ ده في حوالي 10 او 12 كيس، هفضل ادخل كيس جوه كيس جوه كيس لحد ما شفته كده. وبعد كده بقى هدخلهم في علبة في العلبة كويس جدا واحط العلبة في كيس وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيطلع معاكي حلو جدا جدا. واستنوني بقى في فيديو تاني نفتحوه مع بعض واوريهولكوا هيبقى شكله ايه. ما تنسوش تعملوا